اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلي المتميز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مشكله من مشاكل الشعر، وهي جفاف الشعر والهيشان. كتير جدا ممكن تلاقي شعرك بمنظر الهيشان ده، يعني كل شعرايه كده لوحدها، الشعر مش ملتصق ببعضه. او ممكن تلاقي الجفاف، الشعر ملمسه بقى خشن والاطراف بتاعته بقى فيها تقصف، وممكن كمان يؤدي الى تساقط الشعر. فخلونا النهارده نعرف ايه الاسباب وايه الحل والعلاج علشان اتفاداه. اسباب جفاف الشعر هو الاستخدام المفرط للشامبوهات. يعني احنا قلنا قبل كده ان الشامبو ماكسيموم ممكن تستخدمه مرتين او 3 مرات في الاسبوع. الناس بتستخدمه بشكل يومي، او ممكن في ناس كمان بتستخدمه مرتين في الاسبوع، وده بيأثر على طبقة الكيراتين والدهون اللي بره على الشعر، وبالتالي بيسبب الجفاف والهيشان وممكن يؤدي الى التساقط. تاني حاجة بتسبب جفاف الشعر هو السلفيت اللي موجود في الشامبو. يعني يكون افضل لو استخدمنا اي شامبو طبي يكون سلفيت فري، لان مادة السلفيت دي نفس الكلام بتعمل جفاف في الشعر، عن طريق ان هي بتأثر على طبقة الدهون او الزيوت اللي من بره على الشعر وطبقة الكيراتين. تالت حاجة وهي الشتاء. يعني فروة الراس زيها زي الجلد. في فصل الشتاء بيبقى فيه جفاف شديد او في جفاف خفيف. الجفاف ده بينتج عنه ان الشعر بيبقى جاف خالي من الدهون، او افراز الدهون بيبقى قليل، وبالتالي بيحصل جفاف في الشعر. رابع حاجة وهي الاستخدام المبالغ فيه للناس اللي بتعمل البروتين والكيراتين والمكوى. كل ده عموما بيكسر الطبقة الدهنية اللي بتبقى على الشعر من بره وطبقة الكيراتين، وبالتالي يؤدي الى الجفاف. تاني حاجة، ده عرفنا مشكلة الجفاف. مشكلة الهيشان بتاع الشعر هي الاحتكاك. سواء احتكاك الشعر مع مشط او مع ملابس او مع الطرحه اللي انت بتلفيها، الحاجات المصنوعه من البلاستيك او البولي استرز او الانسجه الصناعيه دي بتعمل حاجه في الشعر زي الشحنات، بتعمل اختلاف الشحنات. اختلاف الشحنات ده بيأثر على تماسك الشعر مع بعضيه، فكل شعره بتلاقيها راحت في مكان. علشان كده الناس اللي بتشتكي من الظاهرة بتاعة الهيشان مش كل يوم عندها الهيشان، يعني على حسب حالة الشعر وعلى حسب الاحتكاك وعلى حسب الجفاف. طب ايه الحل؟ ايه حل الجفاف والاحتكاك؟ الحل اولا في الترطيب. لازم استخدم ترطيب كويس للشعر، لازم استخدم شامبو يكون فيه بلسم. والشامبو استخدمه مرتين بس في الاسبوع مش اكتر، وياريت يكون سلفيت فري. واستخدم اي كريمات للشعر للترطيب. وممكن استخدم اي سيرم، السيرمز بتاعت الشعر بتبقى دايما فيها زيوت. طيب رقم 2 ان انا استخدم مشط يكون خشب مش بلاستيك، علشان ما يأثرش على الشحنات اللي قلنا عليها. رقم 3 ان انا استخدم الملابس او الحاجات الطرحة اللي انا هحطها على الشعر يكون قطن 100%، بعيدا بقى عن الحاجات المصنوعة من البلاستيك والبولي استرز والانسجة الصناعية. رابع حاجة يعني التعرض للشمس، يعني احاول بقدر الامكان ان انا اقلل موضوع التعرض للشعر للشمس. المجموعات اللي موجودة في السوق اللي بتعالج موضوع جفاف الشعر في حاجات كتير جدا. اخترنا لكم كام حاجة كده النهاردة، الحاجات اللي هي الريفيوهات بتاعتها عالية والنتائج بتاعتها فعالة. شركة بريتير بتنزل حاجة اسمها شامبو والكونديشنر. الشامبو فيه حاجة اسمها الكافيين، والكافيين ده حاجة بتساعد شوية في موضوع تساقط الشعر، عن طريق انها بتزود الدورة الدموية للفروة، وده طبعا سلفيت فري. الكونديشنر بتاعهم حلو جدا برضو، في حاجة اسمها الكيراتين والروزماري وزيت الزيتون، وكل دول بيعالجوا مشكلة الجفاف وبيغذوا الشعر وبيمنعوا الهيشان بتاعه. طيب في شركة تاني اسمها الهير ميكس، ودي عاملة شامبو وعاملة كريم وعاملة ماسك. الشامبو بتاعها برضو خالي من السلفيت، وخالي، وكل الحاجات دي خالية من البارابين برضو. والكريم بتاعها والماسك فيه حاجات محترمة، في مثلا زبدة الشيا، وفي فيتامين اي، وفي زيت الارجان، وفي البيوتين، وفي زيت شجرة الشاي. كل ده موجود علشان يرطب ويمنع الهيشان بتاع الشعر. الكريم استخدامه طبعا مرتين في اليوم زي ما احنا عارفين. الماسك ممكن اجيب الكريم او ممكن اجيب الماسك، بس الكريم يكون احسن لان الكريم بيستخدم بشكل يومي. الماسك ممكن استخدمه بس تدليك للفروة زيه زي الكونديشنر كده بعد الشامبو، واسيبه من 5 ل10 دقايق وبعدين اشطفه بمية. في شركة تانية زي شركة سترونج فيل، برضو عاملة الشامبو وعاملة الكريم وعاملة الاويل وعاملة السبراي. احنا يهمنا في الهيشان والجفاف الشامبو والكريم او الاويل. وده طبعا مكونات الشامبو والكريم: زيت الزيتون، وفي البيوتين، وفي الكيراتين، وفي الكافيين، وفي كمان زيت حبة البركة وزيت الجرجير وفيتامين اي. كل ده بيساعد على ترطيب الشعر
منع الهيشان، اللي هو مش كل شعرايه زي ما قلنا هتروح في مكان، هيبقى الشعر ملتصق كده ببعضه ومظهره لامع وجذاب وجميل. طيب التونيك سبراي بتاعها ده بيستخدم للتساقط طبعا. السترونج فيل اويل ده فيه زيوت كتير جدا، زيت حبة البركة وزيت الجرجير وزيت جوز الهند والجوجوبا اويل والكافيين كمان وفيتامين اي، وكل ده بيستخدم لترطيب الشعر. المجموعة اللي بعد كده معانا اللي هي مجموعة السيرو بايب. مجموعة السيرو بايب هي زيها زي مجموعة الكامينو موتو، هي دي اكتر شوية بتستخدم للتساقط، بس برضو مفيش مانع انها تستخدم للموضوع الهيشان والجفاف، لانها فيها شوية مرطبات طبيعية زي البيوتين والكيراتين والارجان اويل وفيتامين اي، وفيها بقى اللي هو الكاميجين اي والكاميجين كي، دي المواد اللي بتستخدم لتساقط الشعر. فالشامبو منها خالي من السلفيت والبارابين، والكونديشنر بنستخدمه بعد الشامبو زي ما قلنا. والسيرم بقى، السيرم بتاعها بيستخدم للشعر نفسه اللي هو يوم بعد يوم، ده بستخدمه للشعر نفسه عشان يحسن موضوع الهيشان والجفاف بتاع الشعر. اما السبراي بتاعها فده بيستخدم للفروة، لموضوع لو في تساقط شعر ولا حاجة. اما لو في هيشان انا مش محتاج السبراي، محتاج بس السيرم والكونديشنر والشامبو. بس في ناس بتستخدم الشامبو والكونديشنر والماسك والسيرم والسبراي، الحاجات دي بيستخدموها غلط. فخلونا نعرف ايه الاستخدام الصحيح. استخدام الشامبو الصحيح ان انا لما اجي استخدم اي شامبو علاجي ان انا ما احطوش على الشعر. اي شامبو من الشامبات اللي قلتها لما اجيبه ادلكه كويس في الفروه واسيبه من دقيقتين ل5 دقايق، وبعدين اشطفه بميه وما استخدموش اكتر من مرتين في الاسبوع. ده الشامبو. البلسم او الكونديشنر ده استخدمه بعد الشامبو، اسيبه 5 دقايق على الفروه وبعدين اشطفه بميه، ما اشطفوش كامل، لازم يبقى فيه اثر للبلسم غير الشامبو. الشامبو لازم اشطفه كامل، اشطف البلسم بسيط كده واسيبه عشان اعرف اسرح بيه ويبقى فيه لمعان وترطيب. الماسك نفس البلسم، ممكن اسيبه كده من 5 ل10 دقايق، وزي ما قلت اشطفه، ولما اجي اشطفه ما اشطفوش كامل. السيرم والسبراي، السيرم بيبقى للشعر نفسه والسبراي بيبقى للفروة. السيرم للشعر نفسه علشان يمنع الجفاف والهيشان، وممكن استخدمه يوم بعد يوم. اما السبراي بيبقى غالبا للتساقط، وده بستخدمه مرتين في اليوم. وللناس اللي ما عندهاش ميزانية زي ما قلنا قبل كده، ممكن اجيب الشامبو اللي هو اي شامبو يكون سلفيت فري وبارابين فري من الشامبوات اللي قلنا عليها، وبدل الكريم وبدل الزيت ممكن استخدم خلطة زيوت طبيعية اللي هي زيت اللوز الحلو وزيت السمسم وزيت الجرجير وزيت الزيتون. اجيبهم بكميات متساوية واستخدمهم مرتين في الاسبوع، احطهم بالليل وادلكهم على الفروة كده 5 دقايق، وبعدين اسيبهم من 6 ل8 ساعات، واقوم الصبح اشطفهم. دول تغذية حلو قوي للشعر، ترطيب للشعر، هيمنع الهيشان، وكمان ممكن يساعد في موضوع التساقط. بس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حد عنده اي استفسار يكتبه في الكومنتات وهنرد عليه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب في القناة واعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.